السلام عليكم الاخوات، كيف بقيتو؟ مزيان؟ كنتمنى من الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم سلو اولا السفوف بطريقه بسيطه وسهله بزاف. وبالنسبه للناس هذه ريجيم، بالنسبه للناس اللي ما تياكلوش مساكن السكر وكيتحرموا من الزميطه ما كيبغيوش ياكلوها. علاش لا؟ غنديروها بدون دقيق ابيض، وغادي نديروها ايضا بدون سكر، يعني ما فيهاش زيرو سكر. ونديروا بمكونات سائله، المكونات اللي كنديروا في السلو المغربيه كاملين، ولكن بطريقه زوينه وبطريقه جديده ان شاء الله. غنديروها بالدقيق ديال الشعير، حمرته غير في الكوكوط، هو عطى هذا اللون. انا درت هنايا كاس العنبه ديال الشوفان، وكاس ديال اللوز، وكاس ديال الجنجلان، وزريعه الكتان درت فيها نص كاس، والا درت فيه نص كاس، حبه حلاوه معلقه، والنافع معلقه، القرفه درت فيها معلقه صغيره، ودرت المسكه الحره، وكويس ديال الكاوكاو ديال العنبه. هادو كلهم هي كاس ديال العنبه، ماشي داك الكبارين، غير الصغارين. غادي ندخلوا هاد المكونات تنطحنوهم حتى كيطلقوا شويه الزيوت ديالهم. نجمعوا هاد المكونات ان شاء الله كاملين بيناتهم. هاد المقادير هادو غادي نجمعوهم نخلطوهم مزيان. من بعد غادي نديرو، انا درت هنايا غير نص كيلو ديال الدقيق، تقدروا ديروا كيلو ديال الشعير، تيجي رائع الاخوات، تيجي هائل. وانا حمرته غير في الدار وخلطناها، ما درت فيها لا عسل لا سنيده. يقدروا اللي كيبغي يدير العسل حره يقدر يديرها، اللي كاين اللي عنده الريجيم حاد، اللي عنده الريجيم حاد اصلا يديرها عيني، يديرها عاديه هكا. انا ما درت فيها لا عسل، ما درت فيها لا سكر، ما درت فيها حتى الزبده ما درتهاش، وخلطتها بالزيت البلديه. زيت البلديه الاخوات ما نسخنوها، ما نطيبوها، ما حتى شي حاجه. غادي نخليوها غير نخويوها واحد الكاسرونه ونحطوها في الجنب ديالها. انا من بعد ما خلطت المكونات كامله، الدقيق كلشي، غادي نجيب الغربال باش يتجانسوا ليا المقادير كاملين. نديروا في الغربال باش كلشي كيتجانس وكيجيو زوينين. انا طحنتهم باش ما جاوش باينين المقادير، طحنت كلشي مره. ان شاء الله غادي نوجدوا الزميطه العاديه ديالنا، غير هادي در الناس الريجيم اللي ضروري، اللي ما مساكن. كاين شحال واحد تيتحرم من الزميط ما كيبغيش ياكلها. الاحسن بنادم ياكلها بهذه الطريقه، كتجي زوينه، ما كتحسيش كاع بداك المذاق ديال بلا مرا. بصراحه بنادم عادي وممكن ياكلها، يعني ماشي عاد اللي ندير الريجيم. كتجي رائعه وزوينه بزاف. والشوفان كيعطي واحد المذاق هائل. والشوفان الاخوات انا درت شريت نص كيلو على حسب باش نديرها حتى في السلو في الجهه الاخرى، السلو الاخر. ولكن درت جوج معالق ديال الزبده المزيانه الصالحه للاكل، ودرتها في الكوكوط، ورميت عليها الشوفان، 6 كيلو ديال الشوفان، وحمرته. كيعطي واحد اللون زوين، وتعطي واحد القرمشه زوينه في السلو، وحتى المذاق ديالو زوين. راكم عارفين، يعني ما فيهاش الدهون، ما فيهاش السكريات، صحيه مليون في المية. كنتمنى من الله تجربوها. يعني يقدر بنادم يشري غير شويه شويه، مثلا 5 دراهم 5 دراهم من الحاجه، يقدر يدير السلو ديالو مخير، وتقدر كتخرج حتى ل2 كيلو تقريبا. انا عاد ما درتش فيها الدقيق بزاف، درت فيها غير نص كيلو. تقدري ديري حتى الكيلو، بغيتي تضاعفي المقادير تقدري ديري حتى كيلو. ان شاء الله انا عاد نخدم ان شاء الله. شوفوا بالنسبه للسلو، النساء المغربيات لا يعلى عليهم، يعني راه معروف. اي وحده فينا راه كتعرف ما شاء الله علينا، ان شاء الله علينا كامل. النساء المغربيات كلنا كنعرفوا طريقه السلو، كيف كنديروا نصايبوها، هذا غير يعني انا ما ملوحاش في القناه ديالي وكل شيء، يعني داير سلو في القناه. قلت علاش لا، احسن انا نديرها نشاركها مع المشاهدين، الناس اللي كيتفرجوا لي في القناه ديالي، والناس اي واحد كيدخل القناه يلقى هنا عندي سلو. وبهذه الطريقه هذه زوينه. انا اصلا ما كيعجبني السكر، هذه غناكلها انا، كتعجبني انا بهذه الطريقه بلا سكر. انا كندخل هذاك فاش كتشوفني ندير بيدي باش كيدخلوا دوك المكونات في بعضياتهم. صافي دابا فاش ما كيبقاوش داك الحبيبات اللي كيكون، لحقاش الدقيق الفورس هو اللي كيدير داك الحبيبات في الزميطه فاش كتحمريه. هذا غير الدقيق العادي، غير ديال
ديال الشعير زوين وفيه واحد المذاق لذيذ بزاف وتتجي رائعه. كنتمنى من الله تجربوها. والاي اللي عجبته المحتوى القناه ديالنا علاش لا يدخل ويدير الاشتراك ان شاء الله باش تعم الفائده على كل واحد. ها انتم الاخوات راه ما ضيعتش هداكشي اللي كان باقي لي في الغربه، راني اللي لحتو يعني ما بقى فيه لا كويرات لا حتى شي حاجه، درتو خلطتو. دابا صافي غندير واحد الحفيره في الوسط. انا درتي هاد القصيعه غير صغيره غتعذبني شويه، لكن ما عنديش بزاف ديال سميتو باش غادي ودرت هنايا الزيت. بالنسبه للزيت البلديه ما كنسخنهاش انا وما كنطيبهاش، يعني هذه ماشي الروميه اللي غادي طيبي ولا تسخني. داكشي علاش قلت لكم بلا ما تحتاجوا طيبوها. وخلاص اللوز، انا اللوز الاخوات في الزميطه ديالي ما ندوزوش في الزيت. جاتني الزيت سخونه، داكشي باش درت المغرفه د العود يتبرد لي شي شويه. انا غادي نخلط بيديا. بالنسبه للوز انا درت اللوز كنديرو في الكوكوط حتى هو كنديرو في الكوكوط. كندير له واحد شويه د الملح، واحد يعني اللي يديها خفيفه في السميت بلا ما تحتاج دير، يعني واحد طريقه د الملحه. كندوزو مثلا نص كيلو اولا كيلو، كديري واحد شويه تديريه في الكوكوط وكدوزيه بداك الفوي ديال. انا كنخدم غير بالفوي، كنبقى ندور في ما بغيتش ندير يعني نصورها انا كنطحن انا ديميتو، يعني ما غادي يجي الفيديو غيجيكم طويل بزاف. ما يعني داك الشيء راه كلشي كيعرف له. المقادير كنشدوهم يعني بحال بالنسبه للجنجلان كنقيوه مزيان، كنغسلوه هو الاول وكنشفوه، من بعد كنقيوه وكندوزو في سميتو في الكوكوط حتى هو. تنقليه تندير له معلقه د الماء وكنبدا نقلي حتى كنشفو مزيان من داك الماء ديالو. وكنبدا انا طلعته بصراحه للسطح نشف شي شويه ولا غدا عليه عاد شديته وبديت كنحمرو غير في الكوكوط. حمرته في الكوكوط، درتي بوطه صغيره وجلست للارض وبديت كنحمر على خاطري. درت له معلقه ديال الماء وبديت كنحرك مزيان حتى نشفت ديك المعلقه الماء. ودرت له واحد المعلقه ديال الزيت. ديك المعلقه الزيت وكنتوما بحال اللي كتقليو بحال كيعطي واحد القرمشه هائله ولذيذ بزاف، تيجي زوين في السلو. هذه يعني طريقه ديروها. هذه بالنسبه للزنجلان صورت والطحين صورت فاش كنت نحمرو تمسح ليا كلشي. كنتمنى من الله تعجبكم وتبارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. كندخلوا المكونات بعضياتها، الزيت كلشي كنخدموها مزيان. درت في هاد القصعه صغيره عذبتني لحقاش ما كاينش بزاف المكونات، داكشي فين درتي في هاد القصعه صغيره. هانتوما وتديروها يعني شويه جاريه على هكا، تقدروا تزيدوا الزيت هكا راه باركه. يعني هذا هو الحب. صافي غنديروها في واحد الطبيصيره ونبدا نزينوها. نديرو شويه د اللوز باش تكون يعني زميطه صحيه 100%. انا هذا غير درت له شويه د الماء سخون حتى غلا مزيان وخويته في وسط داك الكاسرون د الماء سخون وصفيته غير تنفخ شويه. صفيته حيت الجلد راه ما دوزتو لا في زيت لا حتى هو، درته في واحد هكا في واحد الزويف ونشفتو مزيان وصافي. وبديت كنزين به ما دايره لا صافي. بغيتها تكون صحيه 100%، ما بغيتش ندخل فيها زيت المائده نهائيا. صافي المهم بالنسبه للتزيين لكم الاختيار، ديروا اللوز كيف ما بغيتو. دير التزيين فقط غير فكره وصافي. المهم لكم الاختيار، ديروا اللي بغيتو. صافي ها السلو ديالنا وجد. كنتمنى من الله يعجبكم وديروا لنا زر الاشتراك وديروا لنا الابوني ان شاء الله يا ربي. وواش